يا ترى ايه الفرق بين السندوتش ده والسندوتش ده؟ يلا بينا. اول حاجه عندي جبتهم هما صباعين من هوت دوج وبدات انا اشرحهم بالشكل ده عشان ما عنديش طاسه جريل طبعا. وبعد كده جبت عندي الخضار اللي انا هستخدمه مع الهوت دوج، هو بصلايه وفلفلايه وطماطمايه وقطعهم جوليان بالشكل اللذيذ ده. وبعد ما خلصت الطماطم مش هستخدم حاجه تانية غير هو العيش الفرنسي اللذيذ بتاعي. جبت رغيفين عيش فرنسي وفتحتهم نص فتحه عشان ما يهرولش معايا وانا بعبي الهوت دوج. بعد كده جبت عندي طاسه واديت لهم معلقتين من زيت الذره عشان الكوليسترول وكده، واديته صدمه حلوه قوي. وبدات اديله بالقلم رايح جاي ونزلت بالخضار. وبعد كده بعد ما يستوي معايا مش هديله اي حاجه تاني خالص غير الملح عشان الخضار بس. بعد كده اصبح معايا الهوت دوج جاهز بالشكل اللذيذ ده. حطيت واحد فيه مسترد بالشكل ده، والتاني حطيت فيه الخضار وكاتشب ومايونيز. حرفيا السندوتشات دي يا جماعه يحبوها الاطفال جدا، ممكن ياخدوها معاهم في المدرسه بس من غير خضار طبعا. ما تنسوش تدعموني على قناتي. اشوفكم حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تشاو.